السلام عليكم، تحياتي للجميع. مرحب. هلا تعليقي شوي بين انه طريف، بين انه كتير بيحرق. واكيد ما حاستعمل الطائفية بالقصة، يعني مع انه هي الطائفية هي موجودة يعني، بس ولكن ما حاستعملها لان نحن صرنا حتى الطوائف مظلومين. انا بدي ميز بين ابن الحرام وابن الحلال بس، لأن بالمكون الشيعي في ابن حرام وابن حلال، الماروني، السني، كل المكونات فيها أولاد حرام فيها أولاد حلال. وأكثر الشيء بيضحكني أنا، وأكثر الشيء مهزلي بيكون وقت لما بتطلع ناس من الحكومة أو ناس وزراء أو رئاسة وزراء أو جمهورية أو اتسترا من هالعالم، بيجي بيقول لك هن هول يلي تجار المخدرات وتجار الأعضاء البشرية ويلي عملوا الحرب ويلي دخلوا بشؤون غيرهم ويلي تركوا البلد ودعسوا على القوانين اللبنانية وراحوا ليقتلوا غيرهم. هالمكون لبناني ما فينا نحن يعني ما فينا نجتازهم، لازم يطلع لهم بالوزارات والحكومات، ولازم يطلع لهم، لازم النفايات ترجع إعادة تدوير لإلها. بس ابن الحلال بندعس عليه. ابن الحلال ما عنده صوت. مشان هيك نحن أولاد الحلال مين ما كان بيتاجر فينا، ماروني، شيعي، سني، هذا نحن معرضين تجارة الرقيق. بينما الحرامي النصاب شو ما كانت ملته شو ما كان دينه، هذا بينعمل له حساب من الدولة اللبنانية، هذا بينعمل له حساب بالوزارات، بينعمل له حساب بالإدارات الرسمية، بينعمل له حساب إعلاميا، ما بيندعس عليه أبدا. هذا لأن تعرفوا نقابة الحرامية هي متفقة مع بعضها. ف الأمور اللي بتضحك إنه المناضل والمجاهد يلي سلم البلد لليهود ويلي عمل عمليات حسابية كانت عمليات كلها زبالة، ويلي بيقول لك نحن انقذنا البلد، واخر الشيء سلموها لليهود، يلي باعوا حق الكريش وسلموه لليهود، يلي خربوا الدنيا وخربوا البلد وصار جزء منه محتل، رجع الاحتلال، وممكن كتير يرجع يصير ريفيرا الشرق، الجبلية عنا الجنوب. هول كلياتهم هول فرفور ذنبه مغفور يا اخي. غلطوا، حبحبوا وفاتوا على المعركة، غلطوا، لا ما بتسامحوهم انتو. البلوة لأيمتى بدنا نضل نحن ولاد الحلال ساكتين؟ لأيمتى بده يضل التجار والإتجار بكلمتنا وبشخصيتنا؟ لأيمتى؟ والأنكى من هيك بيطلع رئيس يعني بس بدي أعرف، ما بعرف. تاجر المخدرات هذا يراعى، تاجر المخدرات والحرامي والنصاب واللي خاين والمتأيرن، هذا كلياته هذا ولا شيء. هذا حبيب قلبنا، هذا حبيب قلبنا، هذا لازم يقعد ونظبطه. بينما يلي ما بعرف شو بدي احكي، قسما بالله العظيم ماني عارف شو بدي احكي. هلا ما بعرف شو بدي احكي، مش عارف بدي اسمي اسامي. لا اذا بدي اسمي اسامي بدي اقلع عن ابوه من فوق لتحت، من اصغر بواب بالدولة لا نحن ولا شيء. نحن ولا شيء، ولاد الحلال ولا شيء، بالطائفة السنية ولاد الحلال ولا شيء، الطائفة المارونية ولاد الحلال منهم شيء، الطائفة الشيعية. لك يلي بيبهدل أكثر من هيك إنه الشيعي ابن الحلال، هذا صار ما له علاقة بالدنيا، هذا صار كافر. فقط الشيعي هو يتابع لإيران،
فقط الشيعي هو كلب الأسد، فقط الشيعي هو اللي عم يطلع يخون ويسبسب ويكفر. هذا هو الشيعي. بس الشيعي ابن الحلال المثقف اللي ما له علاقه بالدنيا كلياتها، هذا ما عاد شيعي، هذا واحد صار كافر، صار مسلم، صار ماروني، صار روم ارثوذكس كاثوليك درزي، ما بعرف شكله هو. وهال كلياتهم الشيعة اولاد الحلال، هال ما لهم مناصب قانونيه ولا لازم يتمثلوا بالبرلمان، لان هال باختصار ما لهم شيعة. الشيعي فقط هو يلي هو تابع للمتأيرين. هذا هو بنظر حكومتنا وبنظر دولتنا. صرنا ما بعرف شو بدي احكي، ما بعرف عن جد، ما بعرف شو بدي احكي. بتوسم خير بالبلد. بقول لكم انا ممكن يكون في تحسن، بس يكون في نفضة مستحيل. مستحيل بعهد جوزيف عون وتمام اسلام يكون في نفضة. مستحيل، مستحيل. بعد اللي انا عم شوفه مستحيل، مستحيل. في تحسن ما بقول لا، ممكن مش اكيد، ممكن يكون في تحسن، بس في نفضة والبلد تتحسن؟ لا. ليش؟ برافو على السوريين، وبرافو على سوريا، وبرافو الناس اللي بتسالني انه شو رايك بالشرع، بقول لك يا اخي الشرع حتى لو كان سيء ما حيكون مثل الاسد. حتى لو كان سيء الشرع، وانا بشك فيها، بس حتى يا زلمه حتى لو كان سيء ما حيكون مجرور. السيء اللون البني الرمادي ما حيكون مثله مثل المجرور البراز يلي كان عند بيت الاسد، ويلي عند حسن نصر الله، يلي كان خرب لبنان وخرب سوريا وخرب الدنيا وخرب الأمة العربية كلياتها والأمة الإسلامية كلياتها. هذا إذا هن مسلمين من أصله يعني. هلا ما بعرف أنا شو بدي أقول. بدي أقول إنه رئيس الجمهورية نحت عليه الوطنية يعني. وقت لما اجوا اليهود قالوا له روح استلم الأسلحة من الجنوب، ما طلع له يعني، ما شد حاله شوي ونزل كمش هالزعران تبعون حزب الشيطان وراح لقط المستودعات الأسلحة تبعيتهم. بس هلا رايح بده يقصف على سوريا لأن في تجار مخدرات لبنانيين ما بعرف. دولتنا بدها تدافع عن المخدرات. حدود ما حدا حيفوت على حدودك، معروفة يعني. هلا برجع بقول لك هلا كأمور جيش يعني، في ناس عم تشتغل وعم تعزل عنك يا فلان الفلاني. الناس عم تخبط أعداء البلد بالجنوب يلي هن اليهود أقذر خلق الله، وفي عنا السوريين يلي هن هلا عم يعاونونا بتطهير البلد. نحن عم نجي عم نعترض، روحوا طهروا بلدكم انتو واتركوا النجس عنا، اتركوا النتانة عنا، فوتوا لعنا. بدنا نعمل لبنان معقل مافيا العالم كلياته. كل شيء في تجارة بدنا نحطها نحن عنا وبرعايتنا وبحمايتنا. ما هيك يا نظام لبنان؟ انا رح كون صريح. انا اللي شايفه الحياة يلي عم يتعاملوا فيه رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، الحياة المرأة البنت يلي بعذريتها يلي عاملة حالها كأن ما مسها رجال ولا قرب عليها رجال، هالحياة اللي عم تتعاملوا فيه مع إيران ومع المتأيرين ومع المتصهينين، هذا ما بيمشي. هذا في مثل بيقول الشغلة هي ما بتحبل. يعني يا بده يكون في عنا رجال واقفين، يا بلا منا والبلد فرطوها يا أخي وقسموها. وسوري بالكلمة، أنا كمواطن بهمني كرامتي. البلد يلي بيأمن لي كرامة هذا على راسي وعيني، أنا مواطن عنده. بس أنا ما حكون مواطن ببلد ما اسمه بلد الناس بتتمسخر عليه، لأن في رؤساء وزعماء بأشكالكم الموجودين يلي هي أنتم بتستقلوا بالبلد. مشان هيك الناس كلها بتستقل بهالبلد. ما بعرف شو بدي أحكي يعني. يا أما أنتم رؤساء وحتمشوا مزبوط، يا أما تخلوا عن القصة كلياتها نهائي. لا، يا أما رجال يا أما لا. ما بعرف يعني. هلأ يمكن كمواطن لبناني بهمني يكون في عندي بلد تحميني، بلد تأمن لي طبابة، تأمن لي أمن، تأمن لي قانون، ما أي واحد يلفق لي ويعمل لي مليون شغلة وشغلة. بس ولكن لما شايفكم عم تحابوا
ولاد الحرام ضد ولاد الحلال، ف تخنت يا نواف اسلام، تخنت يا قاضي لما تحط ايدك بايد حرامي، تخنت يا مين بدي اقول، تخنت كتير. نسأل الله انه هالحكومة وهالعهد يرد له صوابه، لان نحن مستبشرين كنا في خير، كنا انتبه على كلمة كنا، ان شاء الله ان شاء الله. انا بقول في تحسن، بس ما بقول التحسن المرجو يعني، لان بلشناها بهالطريقة. يا رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء، فقط انا بقول هيك، لان النواب هديك مسقوط عنا، هديك تابع لهونيك ولا بحكي فيه. هديك عليكم تبرهنوا انه رجال انتو، يا اما انتو رجال، يا اما بدنا نضمكم للنقابة العونية تبع ميشيل عون اللي هي نقابة المجانين، لنشوف انتو شو ومن اي نوع. يعطيكم العافية.